إحالة ياسمين عز مقدمة برنامج كلام الناس على قناة MBC مصر للتحقيق معها فيما هو منسوب إليها من مخالفات مهنية. أصدر طارق سعدة نقيب الإعلاميين بيان اليوم بإحالة ياسمين عز للتحقيق، وقال إن القرار جاي بناء على توصيات المرصد الإعلامي للنقابة، بناء كمان على شكوات عديدة من جهات كتيرة. وكان قد أعلن المجلس القومي للمرأة برئاسة مايا مرسي عن رفضه الشديد واستيائه من المحتوى اللي بتقدمه ياسمين عز مقدمة برنامج كلام الناس، واللي بيمثل إهانة وتحقير للمرأة المصرية بالإضافة إلى تغييب الوعي المجتمعي. وأكد المجلس إن المحتوى اللي بتقدمه ياسمين عز في برنامجها عن المرأة هو محتوى مهين ورجعي بكل الأشكال، ويمثل عنف ضد المرأة المصرية اللي عليها الاستسلام لكل شيء ولضرب زوجها ولأي حاجة بيعملها، وهي المفروض إن هي تقول حاضر وتكون ساكتة. الحقيقة ياسمين عز تصدرت محركات البحث على كل مواقع التواصل الاجتماعي بسبب آرائها الغريبة جدا اللي بتقدمها في البرنامج، والغير واقعية اللي بتقولها دايما واللي بتحاول تثير بيها الجدل.